السلام عليكم. غادي نصايب معكم 4 ديال الاشكال ديال انواع د العصائر كيجيو بنانين بزاف، منعشين وصحيين وبكميه وفيره. باش ما نطولش عليكم نبداو بسم الله، توكلنا على الله وعلى النبي رسول الله. نبداو باول عصير، هو عصير ديال القرعه الحمراء. انا فضلت نبدا بهذا العصير الفيديو ديالي حيت هذا العصير كيجي فيه واحد المذاق غزال بزاف وصحي. المهم هنا خديت واحد الطريف ديال القرعه الحمراء. انا مشيت عند الخضار قلت له عطيني طريف، عبروا لي. المهم جاتني هاد الطريف فيه 2 دراهم، 2 دراهم، نقولوا 2 دراهم ديال القرعه الحمراء. قطعتها هكا طريفات صغيورين، غسلتها، حيت لها هذيك القشره التحتانيه، وقطعتها طريفات صغيورين باش دغيا تسلق لينا. بعد منين قطعتها درت عليها كاس ديال الماء، العبارة د الكاس د العنبه، ودرتهم يتسلقوا. من بعد خديت 2 برتقالات غسلتهم مزيان. ضروري انكم تغسلوهم مزيان حيت غادي نحتاجوا داك القشره ديالهم. وحكيت القشره ديال البرتقاله وحده غير وحيده، والاخرين قشرتهم عادي، حيت لهم داك القشره الفوقانيه، وحيت لهم حتى ديك الجليده البيضاء اللي كتكون من التحت حيت كتطلق المروره، وتا لا كاين شي عظم في الوسط حيدوه. انا هنايا درت في المولينكس، نتوما اما ديروا في الخلاط الكهربائي ولا في الميكسور اللي عندكم. من بعد ما قشرتهم وقطعتهم هكا طريفات صغيورين درت عليهم كاس ديال الماء، 2 كيسان ديال الحليب، ودانون ديال المونغ ولا ديال الخوخ اللي متوفر عندكم ديروا. المهم هو المونغ الصراحه انا جربته بالمونغ كيجي فيه مذاق زوين بزاف. من بعد درت 3 المعالق ديال السكر كافيين، حيت القرعه الحمراء حلوه ودانون حلو، ما تفوتوش 3 المعالق كيجي هو هذاك. ودرت القرعه ديالي منين تسلقات انا درتها سخونه حيت عندي الحليب بارد من الثلاجه، والبرتقال حتى هو كان في الثلاجه. فاش خلطتهم مع القرعه سخونه جا هو هذاك، ما جا بارد ما جا سخون، جا هو هذاك. من بعد صافي طحنوهم مزيان، تيتطحن داك البرتقال يتطحن مزيان. من بعد كتخويوه في الكاس اللي غادي تقدموه فيه. ها نتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي خاتر، وهاد الكميه اللي عطيتكم كتعطينا 2 يطرو. هو هذا العصير ديالنا منعش وصحي وبنين بزاف، جربوه. غادي نمشيو للعصير الثاني. العصير الثاني غادي ناخذوا بومبلوموس، واخا ما يكونش دابا الوقيته ديال بومبلوموس سجلي هاد الوصفه عندك، راه كيجي بنين بزاف وصحي. الفوائد اللي في البومبلوموس صحي بزاف، وكيجي هاد العصير منعش وكيعطينا كميه وفيره. المهم خديت هذيك بومبلوموطه قشرتها مزيان، حيدوا لها كاع ديك القشره، هو راه قشرته غليظه، حيدوا له حتى ديك الجلده البيضاء اللي كتكون لتحت راها كتطلق المروره، لا فيه شي عظم حيدوه. ودرتو في المولينكس ولا ديروا في الميكسور اللي متوفر عندكم. قطعتو هكا طريفات صغيورين ودرت معاه نص حامضه حتى هي قشرتها، حيت لها داك الجلده. سورتو الحامض هذيك القشره البيضاء اللي كتكون لتحت كتكون مره بزاف، وحيدوا له حتى العظم الا كان في وسط منه العظم. ودرت عليه يطرو ديال الماء، ودرت معاه كاس الا ربع ديال السكر، حيت عندنا البومبلوموس حامض والليمون حتى هو حامض. داكشي علاش درت كاس الا ربع، جا هو هذاك، جات حلاوته مزيانه. من بعد غادي تطحنوه مزيان خصو يتطحن، حيت هو داك البومبلوموس فيه داك الجليده غليظه، واخا كطحنوه ضروري خصكم تصفيوه، غير هو طحنوه مزيان باش منين تصفيوه يبقى لكم فيه كميه ديال العصير. المهم انا هنايا منين صفيته غادي نعطيكم السر باش يجيكم هذا العصير خاتر. منين كتصفيوه وكتساليو كتوليو تردوه للخلاط الكهربائي ديالكم، وكديروا عليه بنانه وحده، اما بنانه اما 2 بنانات، المهم اللي متوفر عندكم. انا درت غير وحده كان كافي وجا زوين. ودرت معاه معلقه صغيره ديال الفاني، النكهه ديال الفاني، وليت طحنت كلشي. هذاك البنان هو اللي كيخلي هذا العصير هذا يجي خاتر، وراه ما كيتاكسدش، واخا يبقى مده طويله ما كيوقع عليه حتى شي حاجه، كيبقى مزيان. وهذا العصير هذا كيعطينا 2 يطرو. منين طحنته حيدت هذيك الرغوه الفوقانيه، انا ما كتعجبنيش كنحيدها صافي، وكنقدموه بهذا الشكل. بغيتو تقدموه بشويه د الحامض قدموه. هو هذا العصير ديالنا، العصير الثاني كيجي بنين وزوين بزاف، جربوه. نمشيو للعصير الثالث.
خديت هنايا خيط زويه، انا عندي هنا خيط زويه كبيره، الا كان عندكم خيط زو صغير غديروا 2 خيط زويات صغار، وباربه وحده قطعتهم طريفات صغيورين باش دغيا يتسلقوا لينا. قطعوهم مربعات رقيقين باش ما يتعطلوا لكمش في الطياب. درتهم في كاسرونه، وخديت برتقاله غسلتها مزيان وحكيتها. فاش تبغيو تحكوا البرتقال ولا الليمون حكوا في داك الجهه فين كنحك انا، ما تحكوش في داك الجهه الرقيقه تما دغيا كيتحك. منين خديت داك القشره ديال البرتقاله وليت قشرتها وحيدت لها داك الجليده، ولكن شي عظم حتى هو حيدوه، وكندير عليه يطرو ديال الماء وكنخليهم يتسلقوا. منين كيتسلقوا وكيبردوا شي شويه خليهم يبردوا شويه عاد طحنوهم. درتو في المولينكس ديالي، درت معاه كاس ديال العصير ديال الليمون، وكاس ديال الحليب، وكاس ديال الماء باش يجينا خاتر وما يجيناش قاصح. داكشي اللي زدت هاد الكاس ديال الماء. ودرت 4 المعالق ديال السكر، انا كافيين بالنسبه لي 4 المعالق، ما كنبغيش الحلاوه بزاف وكيجي هو هذاك. المهم غادي تطحنوه مزيان حيت ما غاديش نصفيوه، غير طحنوه مزيان مزيان. ومنين كيتطحن كنحيدوا له ديك الكشكوشه اللي كتكون من الفوق، وكنقدموا العصير ديالنا كيجي خاتر. وهاد الكميه اللي عطيتكم كتحط لينا 2 لتر. هاد الكاس هذا راه كيهز ليا 2 لتر. هو هذا العصير الثالث ديالنا صحي، والبربه فيها بزاف ديال الفوائد. غير جربوه وردوا عليا الخبر. نمشيو للعصير الرابع. هاد العصير حتى هو كيجي زوين بزاف بالمذاق ديال الفاني. خديت 2 برتقالات قشرتهم مزيان. انا ما كنبغيش نعصر العصير وعاد نقول لكم 2 كيسان د العصير، ولا من الاحسن طحنوه هكايا، ولا شفتوه فيه داك الشتف بزاف صفيوه. شفتوه مزيان ما تصفيوش. درت عليه بنانه وحده، ودرت عليه دانون ديال الفاني، ويطرو ديال الماء، ودرت 4 ديال المعالق ديال السكر فقط. هذا هو المكونات ديال هذا العصير، وطحنته كيجي بنين بزاف وكيجي خاتر. وما تخافوش انه يتاكسد، وخا فيه البنان راه ما كيتاكسدش وخا يبقى لكم النهار كامل كيبقى مزيان. هاد الكميه ديال اللي عطيتكم كتعطينا يطرو ونص. هو هذا العصير الرابع ديالنا، حتى هو جربوه راه كيجي بنين بزاف. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم. هاد العصائر انا عندي عن تجربه بغيت نشاركهم معاكم، كيعجبوني بزاف وكيجيو بنانين بزاف. وما تنسوش تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره تشوفوني، وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد.